بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة العيش بطريقة سهلة، وكاين في مناطق يسموه البركوكس، حنا في بسعادة نسموه العيش. عندنا عيش بالدجاج. نروح مع بعض نحضروا هذه الوصفة. واش نحتاجو؟ طريقة التحضير. عندنا هنايا للعيش عندنا المقادير. عندنا دجاج على حسب افراد العائلة. عندي هنايا 2 كيسان عيش، عندي 3 مغارف طماطم مصبرة، عندي تفاح، فلفل عكري احمر، 4 سنات ثوم. هنايا للاسف تحذف لي المقطع. انا كنت هنايا رحيت الثوم، ضفت له طماطم مصبرة والفلفل العكري والملح ومغرف صغيرة سكر، ودرت له كاس ماء، خليتهم يتغلاو مع بعضهم. هنايا غسلت العيش وشمخته في الماء حتى يتغلى لي اللحم. ميز الوقت اللي يتغلى فيه اللحم راح نمرق ونضيف العيش. انا هنا بعد ما تغلى راح نضيف الماء يكون سخون، راح نضيفوا العيش ونحركوه مرة على مرة، حركي بين ما يلصقناش حتى يطيب. هنا بعد ما طاب معايا العيش نضيف له الحمص. هنا عندي الحمص طايب، حنضيف له الفاح والكزبر الحشيش. كما قلت لكم انايا هنايا البصله ما نديرهاش للعيش وما نديرش الفاح في البدايه. نورمالمون راكم تعودتوا على الطريقه تاعي. هنا الفاح نضيفوه من الاخر، نديرو كزبر حشيش ونخلو شويه للتزيين. هنا كما قلت لكم ثاني الفلفل الاختياري الحار، اللي عنده العائله في العائله تاعو ياكلوا كامل الحار يقدر يدير الحار. هنا بعد ما وجد معايا ها في طبق التقديم. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. انا رفقته بالكسره هذه مع اللبن. شكون اللي كيما حنايا ياكل العيش بالكسره يكتب لي في التعاليق. هنا في بسعاده ما نديروش البصله كما قلت لكم. ونعاود لكم المقادير. رحيت الثوم، درت معاه طماطم والفلفل العكري والملح ومغرف سكر، وضفت عليه كاس تاع ماء، ودرت اللحم تاعي يتغلى، خليته حتى نتغلى واحد ربع ساعه باه مرقته وضفت عليه العيش. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هو جا بنين ياسر. اذا جربتوه وعجبكم ما تنسونيش تفعيل الجرس والجام فضلا وليس امرا. واني كل مره نجيب لكم وصفه من وصفات مدينه بسعاده باش تعرفوا عليها. والى الملتقى مع وصفه جديده.